السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا ان شاء الله اللي غادي نوريكم كيفاش تفطموا الوليدات. بالنسبه للناس اللي كيربيو الوليدات وكيلقاو معاهم مشكل الفطام كيعرفوش كيفاش يفطموهم. اليوم ان شاء الله تبعتي معايا الفيديو غادي توضح عندك الرؤيه وغادي تسهل. كنعتذر انني واحد المرحله ما صورتهاش، المهم راه ديجا عطيتهم الماكله اللي غنفطرو بها، وكيبان لي اليوم كلاو داكشي اللي عطيتهم، يعني راهم غادي بخير. واش باقي لهم دابا؟ باقي لهم الزوان، باقي لهم ياكلوا الزوان ان شاء الله. ونوريكم الطريقه كيفاش ديروا الا بغيتوهم ياكلوا الزوان ان شاء الله. غنشوفوا هما الطويرات كما كتشوفوا، هذا ميستو، ها هو تبارك الله. درت ليه نص بيضه، ها هو كلاها تبارك الله، شتي حفره كامله. وهنا درت ليه التخليطه اللي فيها البيريلا. المهم ملقيتش البيريلا بوحدها، انا في واحد البلاصه ما فيهاش السلعه بزاف، فيها البيريلا مخلطه مع زريعه الشوك الكبير، ديك الغليظه والرقيقه، هات هي كلا منها. ها هو فين ليه القشور وداكشي. هادو تا هما كذلك، هادو مقنين. شرابه ديما الاخوان، هانتو نص بيضه، شرابه، التخليطه اللي قلت لكم نص بيضه. راه تبارك الله هادو 3 الخوت عش واحد، هادو مقنين. البيضه راه هي هبطوها لتحت، راه كياكلو حتى القشور الاخوان، ها القشور تا هما كلاو القشور والداخل ديالها. الماء خصو يتبدل. الخليطه ديالنا كذلك الاخوان. هانتوما الاخوان، هاد الميس حتى هو، ها باش تعرفوا الا فطمتو مع السرنج باقا عامره. هادشي راه البارح حسيت بهم خصهم يتفطموا صافي، وانا ندير لهم البيض بيكا. وبان ليا علاش كنخليهم حدا بعضياتهم الاخوان بحال هكا، حيت دابا هاد الميسو هذا سابقهم بواحد اليومين فطام قبل، كنحطهم حداه باش يشوفوه كياكل وكيقلدوه. دابا كديرهم بحال هكا، كديرو هو الوسط اللي فيه تسابقهم، وكدير القفص ديال القرع من هنا والميستو الاخر من هنا. هما دابا كيشوفوه كياكل وكيشرب، كيتعلموا منه. داكشي اللي كيديروا كيجيهم الجوع كيديروا بحال صافي، دغيا كيتفطموا. دابا المرحله الثانيه الاخوان هي اللي غندوزو لها دابا، هي اللي شويه صعيبه، وهي انهم يتزونوا ياكلوا الزوان الصيك. هما كتشوفوا الاخوان راه بغا تياكل. هذا تا هو راه تفطم. هذا عطيتو شويه البيض في هذيك، ما عنديش هذيك سميتو، عطيتو شويه البيض في هذيك الصبياع، وتاكدت منه انه كياكل البيض. ودرتو هنا، درت ليه هنايا التخليطه، راه هي تبارك الله راه مقشره عليه قشره هنا، وتا من الداخل راه كلاها. هانتوما هي كتبان لكم البيريلا ما كايناش، كيصبقوا البيريلا هي الاولى، حيت البيريلا رطبه، يدوزو من البيض للبيريلا عاد كيبداو ياكلوا الشيء الاخر اللي تيقاديو للبيريلا. وهذا هو القالب اللي غادي نلعبوا عليه ان شاء الله. بقاو معايا باش تشوفوا كيفاش نديروا لهم القالب. هانتوما الاخوان كنخويو الشرابه تنال وكاله، ما ديروش القفوزه هادو، راه كتفطم بهم الطويرات، ومن بعد كديرهم في سيبارين في الطوزه ديالهم وتدخلهم للحفاضه ان شاء الله بحول الله. المهم هنا كنديروا الزوان، هذا الزوان الصيك، شتيو الاخوان. الزوان يكون عاوتاني نقي، كنعمرو تقريبا الوكاله حتى كيبقى فيها شويه، وكنكملوا بهذيك التخليطه اللي فيها. المهم بامكانكم الاخوان ديروا غير البيريلا، انا ما لقيتش البيريلا وبانت لي التخليطه زوينه وطبيعيه،
ودرتها ليهم، مفيهاش زعما ديك الحبوب الزيتية اللي كضر الكبدة وداكشي. شتي انا درت ليهم من الفوق هذيك التخيليطة صافي، كنعطيه بالطياب. دابا هو كيبدا ياكل هذيك التخيليطة اللي ذاقها المرة الاولى وجاتو رطبة، لا كيكمل ديك الطبقة ديالها كيجوع كيدوز للزوان، كيبدا يجرب في الزوان، ملي كيذوقو صافي كيقشرو صافي كيولي ياكل الزوان. والمراقبة مرة ضروري طلع على الطويرات مرة. دابا الاخوان غندير لهم نفس البلان كاملين، وغادي نبدل لهم البيض ما تخليوش الاخوان اكثر من مثلا. انا دابا عطيتو ليهم البارح معاش، عطيت لهم البارح في الصباح، اليوم في الصباح غنحيدو ليهم وغندير لهم بيض جديد. حيت البيض راكم عارفين الاخوان دغيا كيخنزو كيربي البكتيريا وداكشي كيتعفن، وهادشي كيؤدي للمرض ديالهم وتولي مضاربة عاوتاني أزيرو. هذا هو الفيديو اخوان، هادو هما المعلومات اللي بغيت نبارطاجيو معكم هاد الصباح هذا. اسمحوا لنا ما صورناش لكم في الاول كيفاش المره الاولى اللي حطيناهم في كفوزه وعطيناهم حيدنا لهم السورانك. المهم راه تفطموا دابا حتى السورانك دابا نعطيها لهم ما غاديش يشدوها كاملين، غيشد هداك اللي جيعان فيهم واللي يلاه كيبيكي شويه ديال البيض، الاخرين صافي كيوليو من بعد ما تيبقاوش يشدوها. تحياتي لكم الاخوان، كان هذا هو الفيديو، تهلاو.